السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم إيمانس كيتشن. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأتم الصحة والعافية. صراحة غبت عليكم وقليل فاش كنحط الفيديوهات على اليوتيوب، غير سمحوا لي والله العظيم، غير الظروف والخدمة ما مساعدانيش انني دائما كنزل الفيديوهات. فهذا الشيء اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله تفرجوا معايا في هذا الفيديو كامل وتخليوا لي تشجيعاتكم تعاليقكم. ان شاء الله غنحضر معكم هاد الدجاج معمر كيجي لذيذ بزاف بزاف، ما غاديش تشبعوا منه. فقط خليكم معايا، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لي لايك، من تشجيعاتكم ليا، كذلك بارطاجوا مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي باش هكا تعم الفائده على الجميع. ونرى هاد الطريقه ديال الدجاج والبنه ديالو كيف قلت لكم راه ما تشبعوش منها. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. فبسم الله على بركة الله. هنا أول حاجة عندي 3 ديال الدجاجات، يعني هنايا دجاج متوسط. وكل ما كان الدجاج شوية صغير كل ما كيكون فتي وكيكون لذيذ. هنا بطبيعة الحال كنكونوا غسلنا الدجاج ديالنا مزيان بالماء والحامض، وكم عارفين الطريقة ديال غسل الدجاج، يعني كنغسلوه مزيان وكنخليوه تستقطر لينا ليلة كاملة حتى كيتستقطر من داك الماء. انا بالنسبة للتوابل عندي فصوص ديال الثوم، عملت هنايا 3 ديال الدريسات ديال الثومه. كذلك عندي الابزار، عملت واحد الملعقة كبيرة من الابزار، انا على حسب الدجاج اللي عندكم. كذلك عندي الكركم، وعندي سكنجبير او الزنجبيل. هنا بالنسبه للسكنجبير عملت 3 ديال المعالق صغار، هنا حيت هاد المعلقه هذه ما قداتنيش، مازال غادي نزيد واحد المعلقه صغيره. المهم 3 المعالق صغار ديال السكنجبير، وكذلك واحد دويمه ديال السمن اللي كتعطينا واحد النسمه رائعه في الدجاج. عندي نص كاسه ديال الماء، عملت ليه زعفران شعره وحامضه معسره. صافي هادو هما التوابل اللي كندير هنا. راه ما كنديرش نهائيا الملحه، كيف عارفين ان الحامض يعني مملح، كلشي ملح، يعني ما غاديش نزيدو نهائيا الملحه. صافي هنايا كنضيف داك الثومه، كذلك الابزار والكركم، كنضيف سكنجبير. هنا كيف قلت لكم ضفت 2 معالق صغار وغادي نزيد معلقه صغيره ثالثه. هنا يعني كل دجاجه كنعمل فيها واحد المعلقه صغيره تكون عامره. صافي هنا كنضيف ديك الدويمه ديال السمن او السمن الحار، المهم اللي متواجد عندكم. كنضيف ديك عصير حامضه والماء مع زعفران شعره. هنا الا ما عندكمش الزعفران شعره يمكن لكم تعوضوه بدويمه ديال الزعفران. صافي كنخلط هاد المكونات مع بعضها جيدا. هنا كنجيب الدجاج وكنحاولوا نشرملوه مزيان، وكندخلوا هكاك الاصابع ديالنا باش ديك الشرموله هكاك كتشرب لينا. صافي هنا يعني كنشرمل داك الدجاج مزيان. انا يمكن لكم تاخذوا واحد العود او هذا كيغدو، حاولوا تكوا غير دوك البلايص باش هكاك ديك الشرموله كتدخل ليهم مزيان. صافي هنا كنبقى مكمله بنفس الطريقه حتى كنكمل داك الدجاج اللي عندي. انا اخواتي الدجاج ديالنا يعني كنخليوه ليله كامله حتى كيتشرب لينا. كنتو زربانين خليوه على الاقل واحد 3 ديال الساعات. صافي هنا كيف كتلاحظوا معايا يعني كنشرمل داك الدجاج مزيان. وهنا غادي نحضر معكم الحشوه. هنا كناخذ شعريه الصينيه، انا عملت واحد 2 باكيات صغار، كنضيف ليهم القزبر والمعدنوس. هنا كنكثروا شويه من المعدنوس، كنضيف ليهم الزيتون اخضر مقطع،
هنا اخواتي كناخذ الكبده. بالنسبه للكبده انا هنا سلقتها شويه في الماء ومليحه، وكنقطعها هكاك طريفات صغار وكنضيفها. هنا بالنسبه للعطريه كنضيف سكينجبير، كنضيف شويه ديال البزار، نضيف واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الكركم، كذلك ثوم بودره، وكنضيف اخواتي هنايا الموطارد. بالنسبه للموطارد عملت معلقه كبيره، كذلك كنضيف لهم واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، صافي. هنا كيف قلت لكم يمكن لكم تضيفوا تومه بودره او تضيفوا تومه صاينه. هنا كيف لاحظتوا معايا راه كنت ضفتها مع الزيتون مقطع، درت واحد جوج دريسات ديال الثومه صافي وحكيتهم وكنخلط الكل. من بعد كنعمر الدجاج ديالي بهذه الطريقه هذه وكنسدهم يعني بواحد الخويط. هنا انا دائما ملي كنبغي نسد الدجاج كنعمل غير العود ديال الكيردون، هو اللي كنعمل فقط لا غير، ومن دوك الرجيلات هكا كنجمعهم بالخيط صافي. هنا من بعد ما كيكون الدجاج ديالكم خليتوه ليله كامله حتى تشرب لينا، لغد ليه كناخذ اللاطه ديالي اللي غادا ندخل الفرن، عملت ليها ورق الالومنيوم كذلك ورق الطهي، كنستف هنا الدجاج ديالي وغادا ندخلهم الفران تقريبا واحد الساعه ونص خدات ليا، يعني حتى كتشوفوا داك الدجاج ديالكم طاب. هنا دائما ملي كتبغيو تشوفوا واش الدجاج يعني طاب كتاخذوا داك الكيردون كتكوا الدجاج ديالكم، الا باقي كيخرج ليه شويه ديال الماء راه مازال ما طابش، خليوه شويه. شفتوا ان داك يعني الماء ما كيخرج ما حتى شي حاجه، راه الدجاج ديالكم طايب صافي. هنا كنغطي عليه الدجاج ديالي وغادا ندخلو الفران يعني درجه حراره متوسطه، كنخليه حتى كيطيب ليا مزيان مزيان. اخواتي بالنسبه لداك الماء اللي كيتبقى لينا في الدجاج ديالنا هو اللي كندير به التغميره ان شاء الله غادا نقول لكم. انا من بعد اخواتي ملي كندخلوا داك الدجاج ديالنا الفرن وكيكون طاب وكنعري عليه دائما كنعملوا واحد شويه ديال الزبده مع شويه ديال الموطارد كنخلطهم وكندهن به داك الوجه ديال الدجاج ديالنا وكنشعل الفرن من الاعلى صافي، وكنخليه لواحد الدرجه تكون ناقصه شويه حتى كيتحمر لينا مزيان مزيان الدجاج. هنا كيف لاحظتوا معايا يعني طاب ليا الدجاج، هنا عريت عليه ودهنته بديك الزبده. انا ما تبقاش ليا الوقت صراحه باش نصور ديك اللقطه، درت هذيك الزبده كيف قلت لكم مع المطر، دهنت بها الدجاج مزيان مزيان صافي وخليته حتى خدا ليا داك اللون الذهبي. هنا كيف قلت لكم داك الكيردون باش كنسد الدجاج يعني طريقه سهله وما كيعذبناش، يعني كيطيب لينا الدجاج كنزولهم. وهنا بالنسبه للتغميره كيف قلت لكم هذاك الماء اللي كيتبقى لينا من الدجاج كناخذو كنعملو في واحد الكميله، ضفت ليه جوج ديال البصلات كبار محكوكين، كذلك ضفت عليهم التوابل، كنضيفوا ليهم القزبور معدنوس، ضفت كذلك الثوم بودره او الثومه صينه يعني اللي عندكم متواجد في البيت ديالكم. ضيفوا لي واحد دويمه ديال السمن، كذلك شويه ديال الحامض مصير هكاك مقطع، وضفت ليه البزار وكذلك ضفت ليه داك الكبده ديال الدجاج. الا بغيتو تضيفوا ليه شويه ديال الملحه والزيت، يعني استعملت هنا غير نصف ديال الكاس. هادشي كله خلطته في قميله وخليته على نار متوسطه حتى تدغمر ليا ديك الدغميره. هنا مع الزربه ومع كنت كنوجد داكشي علاش ما صورتش ديك الوقيته ديال الدغميره. فهادشي كيف قلت لكم هادشي اللي درت وخليت حتى دغمرات ليا ديك الدغميره وكتوقف كتجي رائعه. وهادشي اللي كاين، نتمنى ان شاء الله هاد الدجاج يعجبكم وتجربوه، راه كيجي بنين 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 بزاف بزاف ما تشبعوش منه. صافي هنايا حطيته في طبق التقديم، وهذا هو الشكل ديال الدجاج ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى اخواتي تجربوه، وكذلك الى عجبكم الفيديو خليوا لي تعاليقكم جميله اللي دائما كتشجعني، وان شاء الله نحاول انني نبقى نبارطاجي معكم الفيديوهات.
وشكرا لكم أخواتي، وخليت لكم راحة الله، ونشوفكم إن شاء الله في وصفات مقبلة بحول الله. وأنا أخواتي بالنسبة للسلطة إلا بغيتوني نشارك معكم المرة الجاية إن شاء الله نشارك معكم. وشكرا لكم على حسن التتبع والمتابعة، ونشوفكم إن شاء الله في وصفات مقبلة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.